كنطالبوا من الناس المسيرين باش يجيبوا لنا مدربين من الداخل من ارض الوطن، واللي عندنا كفاءات، مجموعه من الناس مدربين اللي عندهم واحد التكوين، عندهم فورماسيون سوليد ومكونين في جامعات اجنبيه، المانيا، مجموعه من المدربين اللي كيستاهلوا. احنا في الاواني الاخيره مقبلين على واحد الحدث قاري واللي هو كاس افريقيا، وحدث عالمي اللي هو كاس العالم للانديه. كنتمناو من هذا المكتب المسير اللي تم الانتخاب ديالو البارحه ديال الجامعه، كنتمناو باش يعطيو واحد الصوره مزيانه على الكره الوطنيه. تنقولوا مبروك الاخ لقجع اللي غيكون رئيس الجامعه ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونتمنوا يكون خير بهذه الكره المغربيه ويدخل بمسائل تكون مزيانه وشي حاجه اللي تنور الكره المغربيه بعد الانتكاسات الكثيره اللي طرات. وتنطالبوا بالناخب الوطني، وناخب وطني يكون محلي، واخا اللاعبين المحترفين طالبوا بطاقم هذا الطاقم ديال المنتخب الوطني يكون اجنبي، حنا تنطالبوا بطاقم يكون محلي، وكما تيطالب الشعب كامل المغربي بالزاكي. وما عرفناش علاش هاد الناس رافضين الزاكي بصفه خاصه ياك بصفه عامه. وتنطالبوا الزاكي بان الزاكي يوصل الكره المغربيه للحدود اللي ما وصلوش لناخبين اجنبيين ولا وطنيين. اول حاجه كنهنئ فوزي القجع على انه ولا رئيس الجامعه. المطلب الوحيد ديال الوطن كامل هو المنتخب الوطني، لحقاش حنا الدم ديالنا هي الروح الوطنيه هي المنتخب. المطلب الاول ديال المغرب كامل هو المنتخب. ما بقيناش كنشوفوا من شحال هذه، من 2004 ما فرحنا في لي كوب دافريك، ما بقيناش في الكوب دي موند، ما بقيناش كاع تنفرحوا ولا كنشجعوا منتخبات عربيه اكثر ما كنشجعوا المنتخب المغربي، ولا كنشوفوا الجزائر، مصر، ليبيا، ما كنشوفوش منتخب. المطلب الثاني اللي كنشوف عند الاغلبيه هو المدرب. كنتمنى يكون مدرب وطني على حساب الراي ديالي انا. مدرب وطني غادي يقدم شي حاجه للوطن ديالو، اللي غيخدم الوطن ديالو، ماشي يجيب لي واحد قاوري نعطيه 80 مليون يبقى يتفلى علينا. ليبورتونيتي اللي نعطيو ثاني بزاف، عطيه الفيلا، شوف ليه الكلب ديالو، ما هادشي ما خدامش.